محسن المنسي وشهرتي شبيه السادات الله يرحمه. الحمد لله ان هي يعني انا اتأثرت ماديا جامد بشبيه السادات. النهارده يعني اصبح بس الناس بتتصور معايا، الناس فرحانه انها تشوفني، الناس مبسوطه بيا، ولكن ما فيش اي جديد على دخل ليا بسبب شبيه السادات. وعايز اقول لحضرتك حاجه، انا ببقى سعيد مع الناس ان انا بيقولوا لي يا زعيم، يا بطل، يا رئيس الحرب والسلام، يا بطل الحرب والسلام. فترة السبعينات كان شعب مصر عايش في الفقر ولكن كان عنده العزيمة والإرادة والإصرار والتحدي. نفس الإصرار اللي كان عند الرئيس محمد أنور السادات كان لدى الشعب المصري والجيش المصري. في 73 ما كانش عندنا فلوس الحمد لله، لكن عندنا إيمان قوي بأننا هنحرر الأرض. كان آخر حاجة عندنا 40 مليون جنيه اللي تم تسليح الجيش بيهم وبنوا قواعد وصواريخ بيهم، ولكن ما حدش كان بيسلف مصر فلوس، برغم ان امريكا كانت بتسلف اسرائيل القمح للصاروخ للطياره الفانتوم للسلاح. لكن احنا مين اللي كان ورانا؟ الاتحاد السوفيتي، ودول ابخل ناس في العالم.